فين بصواب. مشات الكره بجهه اليمنى، محمد بوركسوت محتفظ بالكره. بوركسوت شنو يعمل؟ البحث عن التمرير داخل منطقه الجزاء. يسري بوزوق فرصه، هدف اول لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق يتمكن من وضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق تمرير ممتازه من محمد بوركسوت للجزائري. يسري بوزوق اللي قلت بانه هداف ديال فريق الرجاء ينجح في وضع الكره في الشباك، وزيمباور ياخذ تقدم في هذه المباراه. نتابع هذه المحاوله ونتابع هذا العمل الكبير ديال محمد بوركسوت من الجهه اليمنى. لاحظوا الذكاء ديالو، يمرر داخل منطقه الجزاء. يسري بوزوق يسدد والكره تعانق الشباك. هدف اول لفائده فريق الرجاء اللي بحث على هذا الهدف، خصوصا محاولات الاتحاد لفريق الرجاء اكيد التدخلات اللي كانت ممتازه بالحارس حمزه الحبياني، ولكن يسري بوزوق يعرف طريق للشباك بهذا الهدف. كره ارضيه غلطت الحارس حمزه الحبياني، وهدف اول لفائده فريق الرجاء. اذا 1-0 لفائده فريق الرجاء. اعتقد انه هدف يعطينا صوره اخرى لهذا اللقاء ولهذا امكانيه الفريق التضاء الامكانيه اللي بامكانه نرجع في النتيجه اي دقيقه بل في اي ثانيه. ادم النفاتي هو اللي كيساعد الان لتنفيذ هذه الركنيه. ادم النفاتي نفذت الزاويه الراسيه، فرصه الهدف الثاني. هدف ثاني من فريق الرجاء، والمسجل عبد الله خفيفي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء. فرحه كبيره جمهور الحاضر وللطاقم التقني وللمدرب الالماني جوزيف زيمباور. استغلال كره ثابته واستثمار كره ثابته بهذا الشكل. ادم النفاتي ارتقاء الكره بالراس من مهدي موهوب، وعبد الله خفيفي بافضل طريقه وبافضل ختم يضع الكره في الشباك بقميص المهاجم. خفيفي المدافع يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء. سجل الهدف لا شيء لفريق الرجاء. في الوقت اللي تحدثت بان النتيجه حتى الان غير مطمئنه، فعبد الله خفيفي يجيب بهدف في مرمى الحارس حمزه الحبياني. فرحه كبيره لجوزيف زيمباور وللاعبي فريق الرجاء بهذا الهدف. عبد الله خفيفي لاعب المتميز، واللي قلت بانه كل ما كان هناك كره ثابته كيصعد من اجل استثمار الفرص واستثمار المحاولات من اجل اضافه وكذلك تسجيل الاهداف. الشوط الثاني توالي محاوله. يسري بوزوق تمرير، هذه فرصه البحث لها، هذه فرصه الهدف. يسري بوزوق فاجأ الجميع ووضع الكرة في الشباك. هدف ثالث لفائدة فريق الرجاء. يسري بوزوق اللاعب والمهاجم الخطير يمرر، ولكن الكرة أبت إلا أن تعانق شباك الحارس حمزة الحمياني بهدف جميل، وهدف ثالث لفائدة فريق الرجاء الذي يتمكن من تسجيل هدف ثالث وثنائية ليسري بوزوق. قلت بأنه هدف بغت الجميع كما سنتابع. لاحظوا مشات الكره بطريقه ممتازه ليسري بوزوق لاحظوا رفع الكره بهذا الشكل، مشات الكره مباشره للمرمى، وهدف جميل لفائده فريق الرجاء بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه الجماليه. يسري بوزوق يفاجئ الجميع ويضع الكره في الشباك معلنا عن هدف ثالث لفائده فريق الرجاء. لاحظوا الكره مشات مباشره قائم الثاني، وبالتالي هدف ثالث لفريق الرجاء. الطريقه باش جا الهدف، تمريره ممتازه من يوسف العمري اللي لاحظوا يسري بوزوق لعب الكره بخارج القدم والكره كتمشي مباشره للمرمى. هدف ثالث لفائده فريق الرجاء.